السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كيف نتوما؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير والصحة مزيان ان شاء الله باذن الله. الوليد ديال اليوم هو عبارة على بريوش بالشوكولات اللي كيجي رطب وغزال البنات مفشفش غزال. نكوزو المقادير ان شاء الله على بركة الله. الكاس العنبة د المدافي، الكاس العنبة د الحليب السخن، ونص كاس د السكر، ونفس الكاس القياس د الزيت العادية، وعندي الخميرة الملعقة كبيرة الخميرة الفورية، وجوج خنيشات د الفاني. ممكن تستعملوا واحدة ممكن تستعملوا جوج، انا استعملت جوج لانني من عشاق نكهة الفاني في العجائن كيف كتشوفوا. وطبيعة الحال قليل من الملح. غادي نخلط الخليط ديالي حتى كتجانس العناصر مع بعضياتها مزيان، الخميرة كتذوب مزيان في الخليط. ومن بعد غادي نزيد معكم الطحين الدقيق الابيض البنات اللي هو الطحين البريميرا. وكيف كنعرفوا كاملين بان الطحين ماشي بحال بعضياتو، كاين طحين كيتشرب وكاين طحين اللي ما كيتشربش، كتزيد مقدار بزاف وهو كيكون باقي ما كيشربش دغيا. كاين الطحين اللي كتضيف غير مقدار بسيط د الطحين وكتجمع معك العجينه. نتوما غادي تشوفوا معايا شحال غادي نضيف هنا. عندي شحال غنضيف د الطحين. واحد الحاجه البنات غادي نقول لكم، هو ملي تضيفوا في اي عجينه فيها الخميره، ملي تضيفوا لها السوائل اللي هما الماء او الحليب، ما خصكمش تضيفوهم هما سخونين. دائما ضيفوا السوائل العجينه اللي فيها الخميره الفوريه، الخميره اللي كتعمل الخبز دائما خصها تكون دافيين، ما يكونوش سخونين، لان الا كانوا سخونين غادي يقتلوا لك الخميره، ما يخليوهاش يتفاعلوا، العجينه ما غادي تخمرش معاك. كيف كتشوفوني دابا كنزيد الطحين. درت الكاس الاول، يلا زيت الكاس الاول وكنخلط، وغادي نزيد كاس الثاني، ثالث، وهذا الكاس الرابع، وهذا الكاس الخامس البنات. كيف كتشوفوا العجينه ديالي باقا مرخوفه وباقا خفيفه، يعني باقي غادي نزيد الكاس السادس د الطحين، هذا الكاس السادس. ودابا غادي نحيد هاد الفوي هذا وغادي نخلط بيدي، نعجن العجينه ديالي بيدي. وهذا الكاس السابع، هادو كيسان القياس العنبة، الكيسان اللي كنشرفوا بهم البنات الاتاي. العجينه ديالي كيف كتشوفوا. زيد لا باقي خصني نص كاس، غير نص ديال الكاس، قياس نص كاس صافي د الطحين صافي. والعجينه ديالي غادي نبقى هيدا حتى كنجمعها مع شويه د الليك معاها وشويه حتى كنجمع العجينه ديالي ونجمع الطحين كامل. يعني ما كطلبش العجين بزاف هاد العجينه، خصوصا ملي كتكون العجينه ماشي قاصحه. كيف كتشوفوا معايا العجينه ديالي ماشي قاصحه، يعني ماشي مرخوفه. من بعد مد لك حتى واحد الدلكه صغيره، غير واحد 4 دقائق د الدلكه على ما تجمعات. كتجمع وانت كدلك فيها كتحصل العجينه بهذا القوام هذا، وما كتكونش كتلصق في يدك، كتكون العجينه غزاله. وكتخليوها ترتاح واحد المده د 40 دقيقه البنات، لان الجو بارد خصها الوقت باش ترتاح على حسب الجو. الا كان الجو سخون ما كتطلبش ديك الوقت كامل. كنخليوها 40، خليتها انا 40 دقيقه. ومن بعد كنخويها من ديك الهواء اللي فيها، ونقسم العجينه ديالي كبيورات صغارين، الحجم اللي حبيتو نتوما.
من بعد ما كورت كورات ديالي كملتهم، دابا كيف كتشوفوا عندي هنا الشوكولاط، غادي نجيب كورات وغنبقى نقرصهم واحد التقريصه خفيفه صغيره. نقرصهم هيدا شويه بصبيعات ونعدل فيهم واحد المقدار د الشوكولاط، غير شويه على حسب قياس د البريوش. وممكن البنات هاد البريوش هذا ولا هاد الخبيزات هادو ممكن تنسموهم بحبه حلاوه اولا بالنافع. والناس اللي عندهم عشق النكهه د السمن ممكن تعملوا لهم شويه السمن مع حبه حلاوه ولا مع النافع، كيجيو فنين رائعين. هيدا كيف كتشوفوا عندي كنعمل فيهم مقدار على حسب القياس د الكويورات ديالي. كنعمل فيهم معلقه صغيره د الشوكولاط، معلقه صغيره عامره د الشوكولاط، وعلى حسب الكرات اللي غادي تعملوا نتوما حسب القياس ديالهم. صافي هيدا، وكنجمع الطريفه ديك الحواشي والاطراف كنجمعهم وكنشدهم مع بعضياتهم مزيان صافي، وكنعدلهم في السوينيه ديالي. غنبقى هيدا وغادي نستمر هيدا حتى نكمل الكويرات ديالي ونعمر الصينيه. هيدا البنات غنبقى حتى كنكمل هاد الكويرات ديالي كاملين وغنخليهم يخمروا ويرتاحوا واحد المده قصماين. ومن بعد ما يخمروا لي غادي ندهنهم بالبيضه. كيف كتشوفوا البيضه عندي هنايا، وعندي الجنجل اللي غنزين الوجه ديالهم بالجنجلان. ممكن تزينوا الوجه ديالهم باي حاجه عندكم، اي حاجه عندكم، ولا تخليوهم عاديين. تعملوا لهم الكوكو مهرمش او تعملوا لهم اللوز، رقائق اللوز، المهم اي حاجه عندك متوفره في الدار غتعدلها ولا تخليهم عاديين، غير دهن لهم الوجه ديالهم بالبيضه كيجيو مزيونين ومحمرين واللوين ديالهم مزيون. فهاد الساعه البنات بعد انا كنزين لهم الوجه ديالهم بالجنجلان، فهاد الساعه عندي الفران مشعول وسخان. غادي ندخل البريوش ديالي للفران يطيب واحد المده د 25 دقيقه صافي، وغادي نخرجهم يكون طابو وتحمروا اللوين ديالهم مزيون وطابو من داخل. والعجينه ديالهم كتجي رطبه رطبه غزاله البنات. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه تعجبكم ان شاء الله. والفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، وإلا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك البنات، وتعليقات ديالكم كيفرحوني. الا كاين شي تعليقات شكرا البنات اللي كيخليوا لي تعليقات وكيشتركوا معايا
دائما كنشكركم بزاف بزاف، تسناوني فيديو مقبل ان شاء الله باذن الله. مع السلامه.